تتعبش نفسك يعني، خديجة وآلاء هيوصلون. الله، هو ايه؟ هو في ايه؟ هما مش معاكي كل يوم ليل نهار؟ كمان هيوصلوك يا مريم؟ لا ده ظلم على فكرة. معلش أنا مصر، يعني على الأقل خليني أنا اللي أوصلك. بصي تحت كده. تحت فين؟ موافقة. ماشي. الله الله، ايه اللي الله يا سيدي يا سيدي، تخش جوه انت وهي ما تعملوش هيصه. مش حاجة يعني، في ايه يعني؟ ايه اللي أخرك كده؟ مالك؟ وشك مخطوف كده ليه؟ أدهم رفع عليا قضية حق الاستضافة. ايه؟ حق استضافة؟ ودي مين اللي رفعها له دي؟ صلاح؟ لهبل؟ لا، مش صلاح لهبل، فريدة أباظة. فريدة أباظة؟ دي جاب لها فلوس منين دي؟ هو حيلته حاجة؟ لا يا ماما، ما حلتوش حاجة، هي اللي عرضت عليه تساعده وببلاش. عادي، ولا يهمك، عادي. لعلمك حق الاستضافة دي بتترفع كده، يعني حكم ما بيتنفذش، بيترك. طب وفريدة تنفذ يا ماما، هنعمل ايه؟ بالراحة، ما تخافيش، نفكر. ايه رأيك نبقى احنا اليومين دول احنا اللي كويسين مع أدهم، ونخليه يشوف نور زي ما هو عايز، ويحس بقى بالمشاعر اللي عايز يحسها بقى، والأبوة والأب والكلام ده كله. وعلى ايه يا ماما؟ وعلى ايه كل الهم ده؟ وعلى ايه العداوة اللي عملناها؟ ما دام الراجل كده كده من حقه ان هو يشوف البنت ويبقى موجود في حياتها، كان علينا بقى كل اللي فات بس. أولاً يا نبيلة، هو كان يستاهل، وما يستاهلش يبقى أب. ومين قرر ان هو ما يستاهلش يبقى اب؟ وانا ايش عرفني ان انا استاهل ابقى ام؟ انت نسيتي ولا ايه؟ نسيتي انه خانك، وبعدها مرضيش يطلقك وسابك معلقه زي البيت الوقف وهو عايش حياته، ومحدش فينا كلنا ملا عينه. نسيت انه مرضيش يكمل معاكي غير لما عرف انك حامل كده وخلاص، ولا حسابه في البنك. نسيتي انه خباه عليكي بعد اول سنه جواز. اديك قلتي بعد اول سنه جواز، بعد ما لقى 2 مليون جنيه اتصرفوا. هما يعني كانوا مصروفين على مين؟ ما هو على مراته وبنته، مش حد غريب. بعدين انا مش فاهماكي، انت عايزه ترجعي له ليه؟ انت مش ربنا كرمك اليومين دول باللي اسمه خالد ده؟ ما تركزي معاه شويه وانسي اللي احنا فيه. اهو التاني كده كده نور بنته، والقانون قالك لما تتم 15 هي اللي تختار تكمل بقى معاكي ولا تكمل معاه. ده كلام القانون مش كلامنا احنا. طب ما نتنازل يا ماما، ما نتنازل. ما دام كده كده البنت مصيرها ان هي تشوف ابوها وتعيش معاه وتختار، نتنازل احنا بدل ما نتجبر عليها، وساعتها هيبقى شكلي وحش قدام نور، هخسرها طول عمري. بقولك ايه يا نبيله، انا ما بحبش الضعف والتردد اللي انت فيه ده. انت لازم تبقي قويه، لازم تمسكي خيوط الامور في ايديكي. انت اللي تمشي الدنيا، مش الدنيا هي اللي تمشيكي. احنا اللي نقرر نوريها له، واحنا اللي نقرر نمنعها عنه. وصدقيني لو ريحتيه وخليتيه يشوفها هيتنازل عن القضيه. يعني حق الرؤيه تروحيه وتلتزمي فيه. اقول لك على حاجه، لو عايز يشوفها مره ولا مرتين زياده كمان عن حق الرؤيه، روحي، مفيش مشاكل. طب ما انا عملت كده يا ماما، عملت كده مره واثنين وثلاثه، وهو استغفلني وراح رفع قضيه برضه، مش مع اي حد، دي مع فريده اباظه. فريده ولا مش فريده بقى ما تقرفيناش، ركزي في اللي انا بقوله لك. لما ادهم يشبع من نور هيقول لك خلاص دول عرفوا غلطهم ورجعوا لعقلهم، ومش هيكمل في القضيه. وحتى لو كمل هيبقى احنا معانا اثبات انه بيشوف بنته وقت ما هو عايز، واننا مش حارمينها منه.
وساعتها المحكمة عمرها ما هتحكم له بحق الاستضافة. يعني في الحالتين احنا كسبانين كسبانين. اسمعي كلامي علشان ما تخسريش وترجعي تندمي. امال القطر ميعاده الساعه كام صحيح؟ لسه فاضل عليه شويه، بس انا مش عايزاك تتعب نفسك، انا هروح لوحدي. مفيش تعب ولا حاجه يا مريم، اديني بونسك. ايه مالك؟ في حاجه؟ عايز اعتذر لك يا مريم. انا اسف، كل اللي حصل لك دوت كان بسببي. لا ما كانش بسببك يا ادم، انت ما غصبتنيش على حاجه. انا عارفه انا كنت بعمل ايه، وبعدين يعني انا ما كنتش عملت كده علشان خاطر نور، اعمله عشان خاطر مين يعني؟ الدرجه دي انت بتحبيها؟ والله انا متهيألي ان مامتها نفسها ما بتحبهاش زيك كده. عشان ما عرفتش قيمتها ولا قيمتك. انت عارفه ان شكلك حلو النهارده؟ شكلي؟ شكرا. انا اول مره النهارده احس ان انت قريبه من قلبي ومش عايزك تبعدي ابدا. انت حبيبتي اللي ما حلمتش بيها. انت بنتي اللي نفسي اعيش معاها طول عمري. ايوه. انت عارفه انا اتجوزتك ليه نبيله؟ ليه بقى؟ اتجوزتك علشان انت كملتي اللي ناقص عندي. خليتيني احس اني هستقر بجد وهيبقى لي بيت. حسيت معاكي بالامان وقد ايه انت تقدري تخبيني عن الدنيا كلها ومحدش يقدر يقرب لي طول ما انا معاكي. على فكرة مش مهندس، هو المفروض أنا اللي أقول كده مش أنت. عندك حق، بس تخيلي بقى لما الراجل يحس ان مراته ممكن تاكل الدنيا كلها عشان خاطره. انا حبيت فيكي كمان قوتك وشجاعتك، بقيت متاكد انك هتخافي على ابننا او بنتنا لما يجوا اكتر مني. قلت لك بنت، ها؟ أنا كان نفسي في بنت تطلع حلوة شبهك. بنت؟ شبهي؟ حرام عليك يا نبيلة، انت عايزه الناس تتريق عليها. بنت يا نبيلة، بنت. هو انت بجد محتاجه له؟ ما هو انت لو تعرفيني ايه اللي في دماغك كنت جاوبتك. هيكون في ايه يعني غيرك انت وبنتك؟ طب اديكي بتغني وبتردي على نفسك اهو يا مريم، يبقى هتسافري ليه طيب؟ وحشني حضن امي يا ادم. ربنا يخليها لك. شفت بقى حبيب القلب اللي انت عايزه ترجعي له؟ عايش حياته هيمن ومنطلق، وانت مش حاسه باي حاجه يا عيني، نايمه على ودانك عشان تعرفي ان مفيش حد غيري بيحبك. بس انت اديني فرصه وانا هثبت لك ابو البلة.